تس 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 تس. مساء الخير، ودي حلقة جديدة من برنامج 3-1. أنا زياد وانا حنين. هقول لكم على كلمات أغنية باللغة الفصحى وانتوا تقولوا لنا هي ايه الأغنية دي بالعامية المصرية. جاهزين؟ اللي هيجاوب الأول هو اللي هياخد النقطة. لو حرف غلط والتاني قاله صح هو اللي هياخد النقطة. يعني ايه؟ يعني لازم الإجابة تكون بالحرف بالتشكيل. هناخد حاجة سهلة كده في الأول. أنت عزيزي عزيزي عزيزي. انت حبيبي حبيبي حبيبي. نقطة حنين. عارفها عموما. طب لما ما ندخل في اللي بعدها. بص لك نقطة كده يعني مش هتعرف. وعينيك أخذتني وسرقتني وألقتني. اوعى القطر يا عم الحاج. عيناك اخذتني وسرقتني والقتني. خطفوني خطفوني. ولو حنين. ورموني. كده 2-0 حنين. مش هنحتاج نرجع للفار لحد دلوقتي. ندخل في السؤال اللي بعده. تمام. ولو الذي تريدينه بمليون. ولو اللي تزيد مليون أنا أجيب لك منه 100. نقطة لزياد. ندخل في اللي بعده. متمسك قلبي بمكان ما. لا ايه ده بقى؟ ايه ده؟ أنا متعلق قلبي أنا بمكان دورت عليه ياما زمان. يا سلام. كده بقينا 2-2. سيبوني في حالي بقى. تعال نرجع ايدينا ورا. ايدينا مربعين ايدينا. ايه ده؟ مربعين ايدينا. انا بنت فهو لا مش دعوة. بنوته او النبي. هو اللي انت بنت مش كنت بتطالبي المساواة بالحلقة اللي فاتت؟ يلا بسرعة. هذا هو الذي تتزينين من. هو ده بقى اللي انت لابسه له متشيكه. ماشي سهله دي، سهله قوي. 3-2. ماشي. بطلي نصب حنين. مربع ايدينا. الحب أذاب قلبي ذوبان وأنا حاليا في البداية يا من شتت القلوب وشتتيني أنا أيضا. ايه تاني؟ معلش تاني. الحب وذاب قلبي ذوبان وأنا حاليا في البداية يا من شتت القلوب وشتتيني أنا أيضا. الحب ايه خد قلبي دوب وانا في مش عايز هادي. انا عايز انزل دلوقتي بعد ما اخلص هروح اخد سندوتش همبرجر كبير كده. صح؟ وانا في الغرام يا دوب. صح. هي الاغنيه دي تقريبا. نحاول نقولها صح. الحب هي الاغنيه، بس هي الاغنيه والله. هي الحب أذاب قلبي ذوبان. الحب دوبني قلبي دوب. الحب دوب قلبي دوب وانا لسه في الاول يا دوب. يا سلام. طب ما هي كده ده غش بقى. من نسأل بعض أسئلة، نعمل اوبن توك ما بيننا ونشوف هنتناقش فيها بمنتهى الموضوعية ازاي. تصدقي عندي جاموسه شبهك كده؟ والله العظيم وانا كان عندي عجل كنا مربينه في البلد شبهك. يلا بينا نسأل السؤال الأول. تخيلوا لو انتوا قابلتوا نسخة تانية منكم، هتتصاحبوا على النسخة دي ولا هيبقى في خناقات دايمة؟ نسخه مننا. نبدأ بليديز فيرست. لو في نسخة منك انت، نسخة تانية. المشكله مش في النسخه بتاعتي انا، في المشكله في النسخه بتاعته هو لو في نسخه تانية من زياد هيبقى في، يعني دي كارثه على البشريه. مش خلينا هينفع. نبدأها بيك. لو انت في نسخة تانية من حنين، هتصاحبيها ولا هيبقى في خناقات ما بينكم؟ يا ريت يبقى في نسخه تانية من حنين يا جماعه. هو عموما لو في نسخة تانية من حنين يعني الكون هيختل. من كمية الحلاوة والجمال مش هيستوعب. أظن الناس تعمل مش محتاجة وضعها. طيب لو انت معاك في نفس الحلقة 2 من حنين، انت موقفك كان هيبقى ايه؟ همشي. لو في نسخة تانية منك في الحياة، هتصاحبها ولا هيبقى في خناقات ما بينكم؟ هو ده اصلا حد هيبقى في خناقات عموما. نفسه تاني فحرام. هيبقى في خناقات كتير عموما. والأسباب؟ عشان هو يبقى جدع قوي، فاللي هو انا بفوقه اللي هو ما تبقاش جدع قوي كده يعني. قومي يا بت، قومي شوفي شغلك، فوقي لنفسك، شوفوا مصالحك. طيب لو في 2 معاكي من زياد في نفس الحلقة، في 2 من زياد هيغمى ممكن عليك. عادي نطلعهم بره وانا برضه اللي ابقى موجوده. هيغمى علينا من تستحمل الحلاوة عموما أصلاً. يعني. انا مش همشي. انا ده زياد 10 هم. هو اللي يمشي، انا فاضله مكاني عادي جدا. السؤال الثاني. نبدأ بحنين.
لو مسكتي ريموت بيوقف الوقت، ايه اول حاجه هتعمليها؟ اول حاجه اعملها يعني مش عارفه، بس ممكن احب اكتر ان انا اكون بسمع افكار الناس، مش هوقف الوقت. يعني اللي هو مش يعني هوقف الوقت اعمل انت ايه؟ كده حرقت لنا سؤال تاني يا استاذه حنين. بجد ما هو مش هوقف الوقت اعمل ايه؟ ايه الاحداث اللي ممكن تدور قدامك تحتاج انك توقفي الوقت؟ روحي اتغدي وتعالي، وقف الغد كنت روحي اتغدي وتعالي. استوعب الشخصيه دي متركبه ازاي بجد، يعني ممكن نوقف دقيقه واستوعب تكوين الشخصيه اللي قدامي دي عامله مش ازاي. مش هتعرفي. طيب هنروح لزياد. ايوه، لو معاك ريموت توقف الوقت هتوقفه عشان تعمل ايه؟ ارمي حنين من الشباك واجي اكمل الحلقه لوحدي. يا مستفز، ده انت عايز 30 طلعه في دماغك. عموما يعني لا ده اسمه حقود، وانا ما فعلاً. اسمحش ده عنف، ده ما ينفعش حد الاطفال ما يكتبوا ننصحش اصلا. بيه. ده يا جماعه ما تسمعوش كلام زياد. لو عندك قوه خارقه تحب تكون ايه هي؟ بطير عموما يعني. يا ريت يطير من هنا عشان إيه؟ اتخنقت. يعني يا ريت يطير بقى، يطير ويريحنا. لو حنين اني اختفي واطلع لكل الناس مثلا موجوده اصلا. هندخل في السؤال اللي بعده. لو الحيوانات بتتكلم، ايه اول حيوان تحب تتكلم معاه وتسمع رايه؟ ونبدا بحنين. الحصان او الكلب. انت تحبي تسمعي راي حصان او كلب؟ ايه مثير في حياتهم تحبي تسمعي؟ لا بس الكلب بيبقى وفي وصادق، فمشاعره، فهو يقول لي الحاجه اللي انا عايزاها من غير ما يضحك عليا. ده الكلب. والحصان انا بحبه فعادي اسمعه. يعني انا بحبه جدا فعادي اسمعه يعني. استاذ زياد، ايه الحيوان اللي تحب تتكلم معاه وتقرا افكار؟ السايس عموما. السايس؟ هو حيوان. بجد يعني لازم انا افهمه يعني. حيوان بجد، انيمال يعني. انا افتكر لك ان انت كان نفسك تربي بقره. جاموسه. احكي لنا تجربتك في الموضوع ده. او انت عموما الجاموسه ده او الجاموسه دي احسن كائن على وجه الارض. ليه؟ ما بتتكلمش، هي بتنعر بس. عموما بتاكل. ما دي نسيبها في حد ذاتها اللي انت حابب تستفاد من لبنها طول ما هي عايشه، ويوم ما تزهق منها وتيجي تموتها هتاكل لحمتها. عظمه. هو اختار حيوان يعرف يتكلم معاه ويستفيد منه ويستغله ويقتله وياكله. ايوه يعني الاثنين، يعني ده غدر، ده والله يعني. لو النت اتقطع لمده يوم 24 ساعه هتعمل فيهم ايه؟ هنامهم. بجد انت اصلا نايم على طول. هنامهم بجد. ايه الجديد برضه؟ مش عارف. انت كده كان النت موجود مش موجود، انت نايم. هنامهم مرتاح بقى، اللي هو خلاص مفيش حد هيرن، مفيش حد هيبعت. نقول النت مش المكالمات. انت عندك تروما من الرسائل اللي بتجيلك؟ يا خرابي على الواتس، يا خرابي على الواتس، يا خرابي. استاذ حنين، لو النت فاصل لمده يوم، اظن انت مستقبلك هيتدمر يعني. رقم واحد مستقبلي خلاص ضاع كده. مفيش كليه اعلام اصلا ولا اي حاجه، ولا شغل حتى، يعني مفيش حاجه معنيه. ايه بقى في اليوم ده؟ لا عادي يعني، هعمل حاجات كتير انا بعيده عن النت خالص. يعني مثلا هعمل اي حاجه بحبها، هنزل اخرج مع حد بحبه، اعمل كده صينيه مكرونه بشاميل ولا حاجه كده. في سؤال عندي هنا بس هساله في جزئين اتنين. ماشي. السؤال بيقول لو انت معاكي زرار يغير حاجه في شخصيتك، هنبدا بزياد. هتغير ايه في شخصيتك؟ شخصيتي انا؟ مش نرجسيه يا جدعان، ولا رقم واحد في كوكب الارض. انا رقم واحد في كوكب الارض. يقول لك ما بحبش اغير اي حاجه، بس طيبه زياده. هي طيبه قلبي اللي عملت فيا كده فعلا. طيبه قلبي بجد يعني. طيب السؤال بقى منشق منه حاجه تانية. لو نفس الزرار ده هيغير حاجه في شخصيه حنين. النرجسيه يا جدعان، النرجسيه وحشه قوي. اوكي، يبقى هنغير في زياد الطيبه وهنغير في حنين النرجسيه. نروح لحنين. هتغيري ايه في نفسك الاول؟ والله العظيم انا فكرت ونسيت. انا ممكن اغير الحاجه دي، يعني ممكن اغير اللي انا انسى. عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ هغير في شخصيتي اللي انا بفهم الناس بسرعه. يعني ممكن بجد بفهم الناس بسرعه قوي. فهمتي يا عم زياد؟ بلاش. لا بعيدا عن الهزار، بس انا بفهم من الناس بسرعه قوي وبتقفل قوي. ممكن هو ما يكونش عمل لي حاجه بس بتقفل منه عشان انا فهمته، فدي عايزه اعملها. نفس الزرار بقى يا حنين، لو هتغيري حاجه في شخصيه زياد. حاجه واحده؟ ممكن نغير حاجات كتير قوي، واولهم رياكشناته. يعني رياكشناته بجد بتفصلني، بتخوف، اللي هو كل حاجه بيقولها بنفس الرياكشن ده بجد والله. دي حاجه صعبه عموما يعني، انك محافظه على حاجه تخوف مش حاجه صعبه.
ندخل في السؤال اللي بعده. لو انت كنت بطل في فيلم كرتون تختار مين وليه؟ نبدا بزياد. عارفين الفيلم اللي هو بتاع فيلم كرتون كده بتاع اللي هو قول لي بس وانا اقول لك. بيتر بان. انا بحبه قوي بس لا ما كرهنيش فيه. لا 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 لا. ليه اخترت الشخصيه دي؟ بحسها ان هي شخصيه مضحيه، بتحب اصحابها قوي، بتحب الناس اللي معاها وكده يعني. بس بحس انها شبهي يعني. انت شخصيه مضحيه؟ تحب جداً. تتواصل معاها؟ اه تقدر تتنازل عن النقطه اللي انت خدتها في الاخر لحنين؟ الناس اللي بحبها عموما انت يعني. ما ضحيتش باي حاجه زياد. نروح لحنين ونسالها. هنضحي بينا دلوقتي كلنا. موانا اللي هي كانت بتحارب دي، عارف الكرتون ده؟ بحسها شبهي قوي، بحسها ما بحبش عامه ابقى بنت كيوت قوي. ايه اللي موانا عملته في الفيلم انت حاسه انك عملتيه في الحقيقه؟ ان هي مثلا اخذت دور باباها في الحرب علشان يعني هي كانت بتضحي عشان هو كان تعبان. انا بعمل كده دايما مع حد بحبه. يعني انتوا الاثنين شخصيات مضحيه عموما؟ لا مش كده. موانا ايه بتحارب ايه؟ دي ماشيه ببطه حضرتك. على فكرة انا مش كده خالص. موانا نفسها كانت ماشيه اصلا بكائن كده. أيوة. هي ماشيه ببطه بقى. شفت قد ايه. موانا يعني. لو قدرت تعيش يوم واحد مشهور هتختار مين؟ وهنبدا بحنين. طب ليه الاسئله المفاجاه دي يعني؟ ممكن تبدا بزياد. بقالنا مرتين بنبدا بزياد. انا بعدت شخصيه مشهوره. مش عارفه كلهم مش بحب. توقع رضوى الشربيني. لا وانا كده رضوى الشربيني يعني هي اول حاجه صح يا جماعه من ساعه ما دخل البرنامج ده. هي واخده الاتيتيود عموما. هو فعلا رضوى الشربيني. في حاجه اسمها بلوك، عارفاها؟ انت يا زياد. بالو. بحبه عموما، تحيه كبيره قوي لبالو، انا بعشقك قوي قوي. السؤال اللي بعده هنبداه بزياد. لو انت معاك 5 مليون جنيه فجاه هتصرفهم في ايه؟ دلوقتي معايا 5 مليون جنيه. نص مليون ايه؟ يعني حضرتك مثلا ميمز ده حد يدفع فيه نص مليون؟ ده الحكومه عندنا ممكن تدفع لك 3000 جنيه وتقتله. هي يعني انا نفسي عموما بس الشعبيه اول حاجه. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ خلاص هي خلصت 5 بقى. مليون خلاص؟ مش شرط اجيبها بقى. ماشي. لو انت معاك 5 مليون جنيه هسافر فين؟ في اي حته انا عايزاها، في كل الحتت اللي انا بحبها، اولهم باريس. وهروح ديزني لاند. يعني ايه يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده خلاص ال 5 مليون اصلا جوه. ما هو خلاص ده انا تمام. ما بقاش فيه. خلاص انا بس مبسوطه. عارف اللي هو فقير بس مبسوط. مش عارفه بس مفيش مبسوط. فقير مبسوط، ما تضحكيش على نفسك. لا في مش كل فلوس مش كل حاجه. بس إيه؟ انا اصدق كل حاجه. مش كل لا احنا هنا عشان فلوس. لو عندك فرصه يا زياد تعيش في مسلسل او فيلم تختار ايه وليه؟ السؤال ده جامد قوي، كان لسه حد يساله لي عموما. فيلم لعادل امام، والفيلم ده هو لا هو لازم نذكر اسم الفيلم ولا عايز تقول مثلا تصنيف الفيلم ده ايه؟ هندخل في حته تصنيف. خلينا دلوقتي في الفيلم والشخصيه. معلش بس ثانيه واحده، انا ازاي نسيته. فيلم الارهاب والكباب بدور عادل امام. اشمعنى؟ انت ثورجي؟ بس ثورجي. الثورجي عموما. الثورجي عموما بس. انا هخلي حنين النهارده تتبسط قوي. الشخصيه دي انا بحبها قوي، يعني من اقوى الشخصيات اللي عملها عادل امام. كلبشات نكلبش ولا اي عشان حاجه. اللي هو عمله في الفيلم؟ لا كتمثيل واداء. عشان الافكار بتاعته في الفيلم؟ افكار المخرج والمؤلف، مش افكاره هو. عشان اللي وصل انت خلاص يا حبيبي انت وصلت انا عايز اكل كباب من الاخر انت مش جاي هتروح تاكله بالسجن. هنودوا له زياره. تعمل كده لازم تعمل شغب بالظبط. يعني هتعمل شغب في البيت عندنا عادي يعمل شغب كده. برضه هوديك في داهيه في البيت، ما بعدناش كتير يعني. بس عادي، بس مش هتحبس يعني. حنين شخصيه ايه يا جماعه؟ بجد مش في دماغي افلام خالص. ايه ادوني افلام. طب خليني اقول لك سؤال تاني. فيلم كوميدي رومانسي دراما. اكشن اكشن رومانسي. هتعملي دور ايه فيه؟ البطل اكيد يعني. هتعملي ايه في البطل؟ يعني مش حابه تكون بطله عاديه، يعني تكون لا يعني في شخصيه كانت طالعه مع احمد عز في فيلم العارف. هو لا بدا يفهمني وانا بدات اللي هي كانت اردنيه تقريبا. كارمن بسيبس. ايه؟ كارمن بسيبس. ده انت حافظ ما شاء الله. بحبها عموما. لو نحفظ السكريبتات زي ما احنا بنحفظ الافلام كده.
اسمها لينا. ايوه لينا. برافو. طيب احنا كده خلصنا فقراتنا النهارده، وبما اننا متعادلين فهحكم على كل حد فيكم يقول لنا اكتر موقف محرج اتحط في حياته. نبدا بمين؟ اكيد هو. لا ليديز فيرست. لا ما هو هنبدا بيه معروف برضه. والمصحف ليديز فيرست. ما هو كده كده برضه هنبدا بيه. والله لا ليديز فيرست. هو مش فاهمني. انا فاهمك بس مش هرد. ليديز فيرست. احنا واقفين عند نفس النقطه وده وضح ليه. ماشي هي تبدا. قول بقى انا لو رديت الكلام ده كله هيتمنش. بالظبط. نبدا بحنين. هو كده يتمنش فمش فارقه يعني. شوف موقف بقى ايه ما يتمسكش علينا عشان كده في فضايح هتطلع. ماشي. مره واحنا صغير يعني مش صغيره قوي، كنت تقريبا في ثانوي اعدادي. احنا دايما بنطلع رحلات، كنا بنطلع رحلات تبع مدرس تمام. فكنا جروب كده على طول بيعرف ان ما دام المدرس ده عامل رحله دون ذكر اسماء المدرس مين احنا طالعين معاه. فاحنا كنا طالعين اسكندريه. فالمهم احنا كنا قاعدين على البحر والدنيا تمام ومش عارفه ايه. فانا كنت قاعده زي ما انا قاعده كده بالظبط تمام، مديه ظهري للبحر وعماله امرجح في الكرسي لسه واحد. بس سؤال يا حنين. ايه فانا كنت قاعده عماله اعمل كده بمرجح في الكرسي حرفيا. فلسه واحد بيقول لي انت على فكره بتتشقلبي لورا. اخدت الكرسي وقعت. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. ندخل في الموقف. طيب الموقف بتاعك كرنج قوي يعني. كل موقفك كده. انا عموما صوتي وحش جدا حتى وانت بتتكلم. ومن صوتي باين يعني وانا بتكلم الناس صوتي وحش قوي يعني. فمره كنت في المدرسه بعد ثالثه اعدادي بعد اخر امتحان. انا واقف في الكوريدور كده ان انا واقف لوحدي. فانا مش مدي اخوانا ان في حد موجود اصلا في الدنيا. انا لوحدي وبغني اغنيه بتاعت يا ليل بتاعت احمد كامل. غناها نحضر الموقف. لمسة يا ليل قلبك يا رجول. واقف وبلحن. ياسر سمع عمو. مش بغني عادي، لا بلحن وبعرب وحاجات غريبه قوي كده. فالمهم سمعت صوت ضحك، فانا بقول عادي جايز الناس بتضحك. فلقيت 4 بنات نازلين من على السلم من ورايا واقعين من الضحك يعني. قادر تندمني على الايام على عمري ضيع. انتوا خدتوني في حكم تاني حلو قوي. كل حد هيسمعنا حاجه بصوته دلوقتي. بجد؟ يا نهار ابيض صوتي وحش. غني اغنيه لعمرو دياب. تيجي نعمل ميكس. استنى تيجي نعمل ميكس يعني انا نغني اغنيه انت تقول جزء وانا اقول كملها، او انا اقول وانت تكمل. مش فارقه عادي. كده صوتي وحش يعني فعادي. هو كده صوتنا نشاز يا حبيبي. انت بتتكلم في ايه؟ اتفضل يا فنان. طب قول اغنيه لعمرو دياب بتاعت يا انا لا. ماشي. يا انا يا لا ما يا ريتني لغيت الفكره. يا انا يا لا. جيمي الفنان. عامة انا اكتشفت ولا هتلاقي ان في حد صوته اوحش من صوتي. ولا في هتبدا ولا ابدا ولا اعمل ايه؟ يلا انا ريك عم. A few moments later. لو بتحبوني اعملوا لايك، لو بتحبوا حنين اعملوا كومنت، ولو بتحبونا احنا الاثنين اعملوا سبسكرايب.